النهارده هنتكلم عن احدث افلام عيد الاضحى، فيلم البعبع. فيلم البعبع من بطولة امير كرارة وياسمين صبري، وكمان محمد عبد الرحمن وباسم سمرة، ومعاهم ممثل مسرح مصر محمد انور. قصة فيلم البعبع ببساطة بتتكلم عن سلطان البعبع بيطلع من السجن، وكل اللي في دماغه انه يعمل عملية اخيرة، او بمعنى اصح نصباية اخيرة، ودي هتكون حاجة كده زي ماتش اعتزال او مكافأة نهاية الخدمة، وده طبعا مع رئيس العصابة اللي هو باسم سمرة. بس بعد ما بيعمل العملية دي كعادة الافلام المصرية بيدخل في حوارات تانية كتير، وفي طفلين بيخلوه يهرب بقية الفيلم. فهل الفيلم حلو ولا لا؟ خلينا نشوف. فيلم البعبع زي فيلم بيت الروبي من حيث ان هو فيلم عائلي، ممكن تدخل انت وعيلتك وممكن تدخل انت واصحابك، بس انت مش هتلاقي فيه الاكشن بتاع جون ويك مثلا، او هتلاقي فيلم كوميدي 100%. لا، الفيلم اكشن كوميدي، بس الفيلم ما فيهوش رساله زي بيت الروبي قوي. هو فيلم اكشن كوميدي لطيف خفيف كده في السينمات، وكان عاجب الاطفال اكتر، وكل الاطفال اللي حوالينا كانوا بيضحكوا. السلطان ادالي وهرب. ايه البدل دي؟ الكلام ده في كونكريت. يخرب بيت امك. اهدى يا معلم، الصحة ما بقتش هي الصحة. أنا شكري درغام حاسب يا معلم. بالنسبه للتمثيل كاكشن، امير كرارة كان حلو جدا في الدور ده، بس بالنسبه للكوميديا ما كانش لطيف خالص بالنسبه لي. انا مش متقبله ككوميديان، وافهاته ما كانتش عاليه قوي بالنسبه لي، ومع ذلك كميته كانت حلوه جدا مع ياسمين صبري وبقيه الممثلين في الفيلم. وبالنسبه لي من ايجابيات الفيلم الطفل الصغير جان رامز. الطفل ده من احلى الحاجات في الفيلم، كل ما بيتكلم صريخ ضحك في السينما. الواد كوميدي جدا، وانا اظن ان هم هيستخدموه بعد كده في الكوميديا لانه فعلا حلو جدا. وبالنسبه لتمثيل ياسمين صبري، ياسمين صبري تنفع كموديل مثلا او عارضه ازياء، بس كممثله انا مش شايفها كده بصراحه. لا، هي عندها قبول الممثلين، بحس انها يعني متصنعه زياده عن اللزوم، وكانت ميس كاستنج في الفيلم ده خالص. كان ممكن تجيب اي ممثله تعمل الدور ده مكانها. انا مش عارف بيختاروا ياسمين صبري في الافلام دي ازاي، حتى في كل افلام محمد عادل امام تقريبا طالعه في كل الادوار. فانا مش عارف المخرجين بيختاروا بناء على ايه بصراحه. تعمل ايه يعني؟ انا ممكن اعيط وابهدل لكم الدنيا هنا، اقسم بالله العظيم. نروح بقى للكوميديا في الفيلم. بالنسبه لي محمد عبد الرحمن عمل احلى دور في حياته، مش بس في الفيلم ده. محمد عبد الرحمن بيمثل كوميدي، بس مش بيستظرف ولا بيمثل كوميديا هزليه، وبجد من احلى الاداءات في الفيلم. واقول حاجه غريبه شويه، ان كميته كانت حلوه مع ياسمين صبري. تقول لي ازاي؟ اقول لك معرفش. ومحمد انور في الفيلم كان بعد محمد عبد الرحمن على طول في الكوميديا، لاني لقيت ناس كده بتقول انه كارثي في الفيلم ده. لا، محمد انور كان حلو جدا جدا في الفيلم، ومستوى الكوميديا عموما كان حلو جدا جدا. واداء باسم سمرة في الفيلم كان عليه علامه استفهام، لاني بحب باسم سمرة جدا، لانه من الممثلين التقال جدا في جيله. فدوره في الفيلم ده ما كانش موفق، كان حلو بس ما كانش اللي هو باسم سمرة اللي احنا منتظرينه منه، كان عادي يعني. وكمان محمد عبد العظيم الممثل القدير ده كان عامل دور حلو جدا جدا في الفيلم، وهتحبه اول ما تشوفه. انت قلت له منك لله، انت تسكتي خالص. قلت لك 100 مره ما تجيب سير الشهيره على لسانك. طب شهيرة صبري شهيرة صبري. وبالنسبه للاكشن في الفيلم، الاكشن في الفيلم كان تقليدي شويه. امير كرارة عمله حلو، بس هو اكشن تقليدي، يعني مثلا اكشن من 2012، لا هو فيه ابتكارات جديده على السينما المصريه، ولا هو فيه الكادرات العظيمه اللي انت هتقول لا انا علق معايا المشهد ده. لا، فيلم اكشن عادي جدا، بس هو بالنسبه لي كان حلو، ما كانش اللي هو كارثي، لا كان اكشن شغال يتشاف يعني. اجري بقى على اوضتك يا وليه بدل ما تتسفلتي. بس ما تقولش ليه، راجع لك وانا مستنياك. انت هربت منك يالا. بالنسبه لي فيلم البعبع، فيلم البعبع محاوله لتقليد او استنساخ افلام محمد عادل امام، بس محاوله غير ناجحه للاسف. بالنسبه لي هو فيلم كوميدي واكشن بس خفيف، تشوفه مره واحده بس، ولو هنديله تقييم ممكن نديله 6 من 10 وبس كده. لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. سلام. ده حتى الطفل اللي هو الصغير اللي هو جان رامز. ونروح للكوميديا، وبالنسبه لي محمد عبد الرحمن عمل دور عالمي بالنسبه لي فيلم البعبع. فيلم البعبع واداء باسم سمرة بالنسبه لي كان علامه استفهام، لانه من